دراسة جدوى الفراخ الجميزة. دراسة جدوى 100 فرخ جميزة. من مميزات الفراخ الجميزة إن هي مناعتها قوية جدا وعاملة زي الفراخ البلدي بالظبط، واللحم بتاعها نفس الفراخ البلدي. ومن مميزاتها برضو إن هي بتوصل لوزن أعلى من الفراخ البلدي. يعني لو حضرتك عايز تعمل مشروع ولسه ما عندكش خبرة في الفراخ، ما تجيبش فراخ بيضة، جيب فراخ جميزة. ولو حضرتك يعني لسه ما عندكش خبرة في الموضوع ده ومش عايز تجازف، المجازفة في الفراخ الجميزة تبقى قليلة جدا، لأن مناعتها عالية جدا، واخدة مميزات الفراخ الفيومي وواخدة مميزات الفراخ البيضة. المميزات الفيومي إن هي مناعتها عالية. ولو حضرتك عايز تربيها للبيض بتبقى متوسط حوالي 195 بيضة في السنة. يعني لو عايز تربيها لغرض البيض هي كويسة جدا لغرض البيض، لو عايز تربيها لغرض اللحم هي كويسة جدا، واخدة مميزات الفراخ البيضة في اللحم. والنهارده هنعمل دراسة جدوى ل 100 فرخة جميزة عشان نقول هي بتاخد وقت قد ايه، مدة الدورة بتاعتها بتبقى قد ايه، وبتستهلك كمية علف قد ايه، ونقدر نجيبها منين، وبكام سعرها، زي البلدي ولا زي الابيض. وهنقول كل المعلومات عنها ان شاء الله. كل اللي عليك لو حضرتك اول مرة تشوف القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد مننا ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو متنساش تدعمنا بلايك. طبعا سعر كتكوت الجميزة البيور عشان لو حضرتك عايز يعني لغرض التسمين، يبقى هنجيب جميزة بيور عشان يوصل معانا للوزن المطلوب في اقل كمية علف واقل وقت ممكن. سعر كتكوت الجميزة البيور النهاردة 19 جنيه، على عكس الكتكوت الابيض اللي وصل حوالي 30 جنيه النهاردة. ومتوسط استهلاك الفرخة للعلف في مدة الدورة اللي هي بتبقى 50 يوم، بتستهلك الفرخة الواحدة حوالي 4 كيلو علف عشان توصل لمتوسط وزن حوالي 2 كيلو لحم. متوسط وزن يعني في حاجات، يعني في فراخ أقل من 2 كيلو وفي فراخ بتبقى أكتر من 2 كيلو، وغالبا الإناث بتبقى من كيلو 800 ل 2 كيلو، حوالي 2 كيلو يعني، أو معظمها كيلو 800 كيلو 900. والديوك بتاعتنا بتوصل من 2 ل 2 200 2 وربع. فاحنا بنقول متوسط وزن 2 كيلو، لان حضرتك لو هتربيها للتسمين بيبقى القطيع بتاعك حوالي 50% اناث و50% ذكور. اما لو حضرتك هتربيها للبيض بيبقى متوسط، او بتبقى يعني نسبة الذكور في القطيع حوالي 10% فقط. يعني متوسط الوزن بيبقى قليل جدا، مش هيوصل 2 كيلو. وبل بالعكس، نظام التغذية بتاعها عشان هي انت هتربيها للبيض مش هتقعد 50 يوم وهتقعد اكتر من كده، فنظام التغذية بتاعها بيختلف، ويعني ما بتوصلش للوزن الكيلو 800 حتى، لان زي ما حضرتك عارف او كلنا عارفين ان الفرخة البياض بتبقى حجمها صغير او وزنها صغير عشان يعني الدهون ما تبقاش كتيرة وتحجب على البيض، او ما تليس يعني زي ما بيقولوا. لو ليست هيبقى البيض قليل او مش هتبيض اساسا. فلازم يبقى في نظام غذائي مختلف خالص عن نظام التسمين. فخلينا في موضوعنا. احنا دلوقتي بنعمل دراسة جدوى لتسمين 100 فرخة جميزة. قلنا سعر الكتكوت 19 جنيه، يبقى 100 في 19 جنيه هيبقى 1900 جنيه. وقلنا متوسط استهلاك الفرخة للعلف 4 كيلو، يبقى 100 كتكوت أو 100 فرخة في متوسط استهلاك 4 كيلو علف في مدة الدورة اللي هي 50 يوم هيدينا حوالي 400 كيلو علف. متوسط سعر العلف النهاردة 20 جنيه. طبعا ما بين بادي ونامي وناهي، يعني متوسط سعرهم كلهم مع بعض 20 جنيه. يعني ممكن يبقى البادي 21 أو 22، النامي 20، الناهي 18 أو 19 كده يعني. فاحنا بنقول متوسط سعر العلف طول الدورة اللي هي مدتها 50 يوم هيبقى 20 جنيه. يبقى 400 كيلو علف في متوسط سعر العلف 20 جنيه يدينا حوالي 8000 جنيه. وده البند التاني اللي بنحسب عليه دراسة الجدوى. البند التالت هو النسريات بتاعتنا. الفرخة الواحدة تستهلك 5 جنيه نسريات، ما بين بقى لو الناس بتربي أرضي يبقى ما بين سعر النشارة للكتكوت الواحد مثلا جنيه نشارة، جنيه فيتامينات، جنيه تدفئة، جنيه، يعني نسريات عموما 5 جنيه لكل فرخ. رغم ان هما يعني بيستحملوا درجات الحرارة المختلفة، بس مش معنى كده ان احنا نسيبهم في الشارع يعني ونقول ان هم بيستهلكوا او بيستحملوا درجات الحراره. زي ما حضراتكم شايفين كده انا مربيهم في الدور الارضي عشان درجه الحراره تبقى يعني ابرد شويه، والكتاكيت البيضاء بتربيهم في الدور اللي فوق شويه عشان درجه الحراره بتبقى اقل شويه.
اهو ده كده في الدور الارضي او يعني في الدور التاني. اهم حاجه بيبقى الدور اللي تحت الفراخ البيضاء، لان هم بيستحملوا شويه عن الفراخ البيضاء ومناعتهم بتبقى اقوى. وهو رغم ذلك احنا عاملين نظام التدفئه، لو درجه الحراره قلت اللمبات الحراريه بتقيد زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط في الفيديو. وده فراخ جميزه على فراخ ساسو على فراخ بلدي كله مع بعضه، كلهم ما بيقولوش لا يعني. وفي نفس الوقت بناكلهم العلف البادي المظبوط، يعني من نفس يعني التربيه الفراخ التسمين، وبنهتم جدا بيهم طول مدة فراخ التسمين. بيبقوا مع فراخ التسمين، وطبعا فراخ التسمين بتطلع على 30 يوم. وبنكمل مع الفراخ الجميزة والفراخ البلدي. الفراخ الجميزة بتطلع على 50 يوم، والفراخ البلدي بتكمل معانا لو هنكمل للبيض او كده بتكمل معانا لحوالي 100 يوم او 120 يوم وتبدأ تبيض، ونبدأ ننزلها بقى في التربية أرضية بتبقى أفضل، او لو في بطاريات مخصصة لتربية البيض او لإنتاج البيض. كده النسريات قلنا 5 جنيه، يبقى 400 فرخة في 5 جنيه يدينا حوالي 2000 جنيه. يبقى إجمالي التكاليف بتاعتنا يساوي إجمالي سعر الكتاكيت اللي هي كانت 1900 جنيه زائد إجمالي سعر العلف طول الدورة اللي هي كانت 8000 جنيه زائد إجمالي النسريات اللي هي كانت 2000 جنيه. يبقى كده إجمالي التكاليف بتاعتنا 11900 جنيه. كده هنحسب نسبة نافق قبل ما نبيع 5% برضو زي الفراخ البيضاء، بالرغم من ان هي المناعة قوية ونسبة النافق بتبقى قليلة جدا ما بتتعداش 1 أو 2%. بس احنا هنحسب متوسط يعني 5% بزيادة شوية زي الفراخ البيضاء. وهنقول 100 في نسبة 5% يعني حوالي خمس فرخات نافق، يبقى بقى معانا 95 فرخة في متوسط وزن 2 كيلو، هيدينا حوالي 190 كيلو. يبقى 95 في 2 كيلو هيدينا 190 كيلو لحم فراخ. المتوسط بقى سعر الفراخ الجميزة او الفراخ البلدي النهاردة حوالي 100 جنيه، يعني ما تروح من يعني ساعات بيبقى 95 جنيه، ساعات بيبقى 110، يعني هنقول متوسط سعر 100 جنيه. طبعا في المحلات احنا طبعا هنبيعهم دول 95 فرخة، يعني مش محتاجين ان احنا نكلم تاجر يجي ياخدهم والكلام ده. احنا ممكن نبيعهم يعني الجيران الاقارب الاصحاب الكلام ده كله استهلاك البيت، يعني ممكن نبيعهم بسعر المحلات. وطبعا بيبقوا تربية بيتي نظيفة ما فيهاش زفارة الكلام ده كله، فبتبقى كويسة جدا بالسعر ده. يبقى 190 كيلو لحم فراخ في 100 جنيه متوسط سعر الكيلو، يبقى حوالي 19,000 جنيه. يبقى صافي الأرباح بتاعتنا نقول إجمالي التكاليف أو إجمالي المبيعات عفوا، إجمالي المبيعات اللي هي كانت 19,000 جنيه ناقص إجمالي التكاليف اللي احنا اتكلفناها طول الدورة عشان نربي 100 فرخة جميزة اللي كانت 11,900 جنيه، هيدينا فرق 7,100 جنيه. ده مكسب الدورة بتاعتنا من تربية 100 فرخة جميزة لمدة 50 يوم، مش 30 يوم يا جماعة، 50 يوم. يعني ممكن تقسم بقى ال700 دول على 2، يعني على شهرين مثلا اكنك مربي فراخ بيضة، هيديك حوالي نفس نسبة او نفس نسبة الارباح بتاعة الفراخ البيضة اللي هي بتخرج على حوالي 30 يوم تقريبا. فالناس اللي مش هتعرف تربي فراخ بيضة او ما عندهاش خبرة ممكن تربي دي وضعف المدة، بس هتديك نفس نسبة الارباح تقريبا. ونسبة الارباح في الدورة دي بالنسبة للتكاليف بتاعتنا ادتنا 60%، يعني احنا كلفنا 11,900 جنيه وكسبنا 7,100، دي نسبة 60%. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الدراسة بتاعتنا ونهاية الفيديو. ولو حضرتك أول مرة تشوف القناة متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مننا ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، عشان اللايك بيشجعنا وبيشجعنا ان احنا نبقى افضل وننزل فيديوهات اكتر. والدراسة دي بناء على طلب يعني بعض المشاهدين القناة. والسلام عليكم.